كام مرة حد سألك مالك وللأسف معرفتش تجاوب؟ مش لأنك بتحاول تخبي، لأنك فعلا انت مش عارف مالك. التمرين ده هيساعدك جدا انك تحدد مشاعرك اكتر. هتعمل دايرة وتقسمها لأربع مربعات بس. هتكتب 4 مشاعر هم مسيطرين عليك طول الوقت او معظم الوقت، يعني بيكونوا مسيطرين عليك جدا. تعالى كده تخيل لو في شخص قدامك بيتكلم بلغة تانية غير اللغة العربية مثلا، وانت مش عارف اللغة دي ايه، وهو متعصب ومتضايق وبيكسر وبيخبط في الدنيا وكل حاجة حواليه. وللأسف انت مش عارف تعمل ايه لأنك انت مش فاهم هو متعصب او متضايق ليه. ده بيحصل جوانا بالظبط، ان مفيش مشاعر بس هي انا مبسوط او زعلان. في مشاعر تانية كتير جدا في النص، زي مثلا غضبان، تايه، مش راضي عن الحاجة دي او مش راضي عن انجازي في الحتة دي، او مثلا حاسس انك مش مرتاح او حاسس انك بسلام اكتر من اي وقت فات. طيب ليه احنا مش عارفين مشاعرنا دي ايه، او مش عارفين مشاعرنا دي ماشية ازاي؟ ببساطة جدا، واحنا صغيرين معلموناش نسمي مشاعرنا صح زي ما هي موجودة جوانا. يعني مثلا معلموناش ان ده قلم وده كتاب ودي ورقة و... وده موبايل ودي ايد ودي عين. لكن الحقيقة هم مسموش مشاعرنا، هم بس فهمونا ان المشاعر دي مثلا انا فرحان او انا زعلان. مفيش اوبشن تاني او مفيش اختيار او بديل تاني غير كده. والحقيقة احنا ما نقدرش نلوم اهالينا جدا على اي حاجة من كل ده، لان هم ما كانش عندهم المعرفة الكافية انه يعرفونا ده، لانه لو كان في ايديهم او كانوا يعرفوا الحاجة دي اكيد اكيد كانوا هيعملوها عشاننا. تاني حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا فين نسمي مشاعرنا عشانها، هي ان في حد وصل لنا تجارب سلبية ناحية المشاعر دي او ناحية الشعور ده. وصل لنا مثلا انه ما ينفعش احس ان انا متضايق، ما ينفعش احس ان انا مخنوق. ما فيش حاجة اسمها انا تايه، هي انا مخنوق بس او زعلان بس. مفيش حاجة اسمها انا حاسس بالسلام او حاسس بالراحة. برغم ذلك انا ممكن اكون غضبان من حاجة معينة. لا، هو وصل لنا انه المشاعر دي بس انا مبسوط بس او انا متضايق بس. طيب ايه الحل علشان نعرف مشاعرنا اكتر؟ هي ان نسمي المشاعر بتاعتنا باسمها. في حاجة اسمها عجلة المشاعر، هي الشعور بس اللي احنا بنحسه، اللي هو انا مخنوق مثلا، بيبقى فيه جواه اكتر من شعور. ممكن تكون غضبان، ممكن تكون متضايق، ممكن تكون تايه، ممكن تكون مش عارف تفكر في حاجة معينة. ورا كلمة انا مخنوق دي بيبقى فيه، او ورا الشعور ده بيبقى فيه مليون شعور تاني انت مش عارفه، فبترجمه كله ان هو انا مخنوق. تاني حاجة هتساعدك جدا انك تعرف مشاعرك، هو اني حاول تتدرب على مشاعرك. اخر كل يوم كده هات ورقة وقلم، شوف انت حسيت بايه النهاردة، ايه الموقف اللي حسسك بالحاجة الفلانية. طب ايه انت حسيت امتى مبسوط؟ طيب هل انت كنت مبسوط ولا انت مرتاح؟ هل انت كنت غضبان ولا كنت مخنوق؟ طيب هل انت كنت عارف إيه انت بتعمل ايه، ولا حاسس انك مضغوط ومش عارف تفكر؟ فدي اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدنا اكتر ان احنا نكون بنميز مشاعرنا وبنعرف مشاعرنا اكتر. وبس كده، ما تنساش تعمل فولو علشان نعمل تمرينات اكتر. وبالمناسبة ده اسمه العلاج بالفن. هو هيساعدك جدا، مش شرط تكون بتعرف ترسم، ولكن هيساعدك جدا انك تتخطى اكتر، انك تعرف نفسك اكتر عن طريق تمرينات كتيرة هننزلها الايام اللي جاية. وبس كده، ما تنساش تعمل فولو.